السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايدي مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. لو انت ايه اول مرة تشرفيني وتنوريني في قناتي. تعالوا النهارده كده هنعمل غدانا. النهارده طبعا يوم الجمعة. هنعمل السمك البلطي اللي انتوا شايفينه دوت الجميل ده. طبعا ده بنشتريه منضف، بس احنا ايه لازم ننضفه كويس جدا وايه وننقعه كده ايه في الليمون والخل ودقيق، عشان طبعا اي زفاره. هو طبعا السمك يبقى زفر عامه، بس لا احنا بننقعه ليه؟ عشان اي دم ولا اي حاجه تبقى ايه يبقى نضيف زي ما انتوا شايفين لحمه ابيض وحلو وجميل. بصراحه يعني السمك البلطي دوت بيبقى لحمه غزير كده. وما بقاش فيه الزفارة كتير قوي زي السمك التاني، يعني زي سمك المكاريل او المكرونة وكده يعني. شايفين ما شاء الله حلو جدا ولحمه ايه حلو طازة مش مهري وجميل جدا. وبصوا حجمها يعني ايه تخينة كده وحجمها حلو. عامة لما تيجي بالسمك البلطي ما تجيبيهوش الصغير قوي ولا الكبير قوي، يعني بصوا في المتوسط كده هاتيه، عشان ايه ما ياخدش معاكي زيت كتير. ويبقى لحمه ايه غزير قوي كده فمش هيبقى حلو معاكي. والصغير هيبقى ما فيهوش لحم وهيبقى شوك كتير. فانتي هاتي المتوسط يعني. تعالوا نشوف بقى الخلطه الجباره بتاعتنا. انا متعوده طبعا على الخلطه الحلوه اللي انتوا هتشوفوها معايا دي. دي بتبقى جميله جدا جدا في السمك. معايا طبعا ايه توم، كتري التوم. معايا جزرايه كبيره ومعايا ليمون. ومعايا طماطمايه. ومعايا طبعا الفلفل الاخضر الحامي. طبعا كتري فلفل، السمك عامه بيحب الفلفل والثوم. كتري كده فلفل عشان يبقى حراق معاكي ويبقى حلو ويبقى جميل يعني في نفس الوقت. يلا بينا كده ايه هنفرم الخلطه بتاعتنا دي ونشوفها ايه بعد ما نفرمها. تعالي طبعا ايه انا فرمت الثوم والفلفل وبشرت الجزرايه وقطعت الطماطمايه صغير خالص، يعني قطعتها مكعبات صغيره. انا مش هبشرها عشان أنا مش عايزاها ايه تبقى ميه معايا. انا عايزاها قطع صغيره كده طماطم يعني. طبعًا هاحط إيه التوابل بتاعتي. التوابل عامةً أنا باحطها في السمك، الملح وكزبرة ناشفة وكمون. مش باحط زيادة عن كده يعني، ولا باحط توابل سمك ولا أي حاجة. هو الملح والكمون وكزبرة ناشفة، ده اللي باحطها إيه لخلطة السمك يعني، أو توابل السمك. هاعصر كده إيه الليمون كده زي ما أنتم شايفين. دي طبعًا إيه ليمون والليمون إيطالي. الليمون الإيطالي دوّة بيبقى إيه فيه مَيّة كتيرة جدًا. فطبعًا الليمون الإيطالي ده بيبقى مسكّر حبّة كده. فأنا حطيت إيه الليمون العادي بتاعنا يعني. حطيت ليمونة كبيرة من العادي وليمونة إيه إيطالي كده على الخلطة بتاعتنا، عشان أنا مش عايزة فيها سوايل كتير. يعني أنا مش عايزة أكتّر ليمون كتير أوي في الخلطة، عشان بيبقى في السوايل كده وبتنزل من السمك يعني ما يبقاش فيها أي فايدة. أنتِ بقى إيه كتّري بقى الليمون، اعصري عليه الليمون بعد ما إيه تقليه، أو بعد ما إيه لو حطيتيه في الفرن يعني. كتّري بقى اعصري عليه الليمون كتير. في الخلطة ما تكتريش ليمون، عشان الليمون ده طبعًا هتحطي في الخلطة هينزل معاكِ في الزيت وهينزل معاكِ لو أنتِ يعني شويتيه في الفرن. خلاص يبقى أنتِ اعصري ليمون عليه بعد ما تقليه. خلاص أنا كده عصرت النُص التاني من الليمون الإيطالي كده زي ما أنتم شايفين. طبعًا هاشيل البذر كده وإيه وطبعًا إيه دُقتها لقيتها طبعًا محتاجة حبّة ملح. عامةً السمك ما يبقاش دالع معاكِ، لازم تضبطي الملح، لازم يبقى مالح كده هتحسي بطعمه. عشان لو دالع معاكِ تبان فيها الزفارة. فأنتِ ضبّطي ملحِك كده وخلّيه حايق كده وحلو. بُصّوا شايفين الخلطة جميلة جدًا، جدًا، جدًا. تعالوا بقى أنا هاعمل سمكتين كده في الفرن على الخلطة اللي أنا عاملاها. إيه قطعت طماطماية طرنشات وبطاطساية زي ما أنتم شايفين كده قطعتها طرنشات بس إيه رقيقة، ما تخليش البطاطساية تخينة. وقطعت كده قرن فلفل كده حلقات صغيرة وإيه وهحط عليها سمكتين وهدخلها الفرن. يعني أنا هقلي حبة وأحط إيه حبة كده في الفرن صينية يعني. جبت كده معلقة كبيرة من الخلطة بتاعتنا وهقلب فيها البطاطس والطماطم والفلفل كده عشان ايه نحيق بقى ايه الخلطة الجميلة دي.
خلاص. وهاحط بقى إيه حبة ملح برضه كده عشان إيه البطاطس تبقى حايقة معانا، ويبقى طعمها حلو كده تحت السمك. بصراحة كان طعمها جميل جدًا، جدًا، جدًا. البطاطس يعني البطاطس وطماطم وفلفل، طبعًا بتتشرّب كده من الخلطة اللي بتنزل من السمك، وطعم السمك عامةً، فبتبقى جميلة جدًا، جدًا. طبعًا إيه رصيتها كده البطاطس مع الطماطم رصيتها كويس عشان إيه أحط عليها السمك. طبعًا السمك مش هنعرف نتبّله بالمعلقة، لازم بإيدنا كده وندعك السمكة كده في الخلطة الحلوة دي، وإيه وهنرص كده في الصينية. أنا هاتبّل الإيه، السمك كُلّه عامةً. أنا هاتبّل اللي هاحطّه على الصينية، وهاتبّل اللي أنا هاقليه أحطّه على صينية تانية كده، واسيبه كده نُص ساعة يتشرّب كده من التتبيلة الحلوة دي. عشان إيه، طبعًا السمك البلطي بيبقى لحمه غزير حبّة، فلازم إيه نتبّله ونسيبه حبّة كده إيه قبل ما نقليه، عشان يتشرّب كده ويبقى لحمه حايق معاكِ ويبقى حلو يعني. خلاص. أنا كده حطيت سمكتين كده في الصينية، ودول هاحطهم إيه في الفرن، عشان عندي في البيت كانوا طالبين مني يعني أعمل حبة كده إيه صينية زي ما انتوا شايفين. بصوا جميلة جدا جدا جدا. كده خلاص تبلت كل الايه السمك. هجيب حبة زيت كده وهرش كده ايه على الصينية، على السمك اللي في الصينية. وايه وهدخلها الفرن. تعالوا كده هنشوفه كده مع بعض من على قريب. يعني شايفين شكل السمك في الخلطة؟ بصوا الخلطة جميلة جدا. يعني ايه، بصوا مليانة كده حتة السمكة كده مليانة كده من جوه في الخلطة. طبعا هتقولي لي ده هيطلع في الزيت، لا مش هيطلع في الزيت، وهتشوفوهم معايا دلوقتي. يلا بينا كده نقليه. طبعا ايه حطيت زيت، طبعا الزيت لازم يكون غزير عشان ده سمك بلطي، فلازم يكون الزيت غزير عشان ايه يتقلي معاكي كويس ويستوي معاكي يعني. جبت حبة دقيق كده وايه وحطيت عليهم حبة ملح. وهتبل كده ايه السمكية وهنفضها كده من الدقيق، يعني نفضيها كده من الدقيق عشان ايه الزيت ما يتحرقش، الدقيق ما ينزلش في الزيت ويتحرق منك. حتى لو ايه نزلوا حبة بساط كده عادي يعني خالص. بس اهم حاجة تبلي كده ايه حتة السمكة ونفضيها كده بايديكي عشان ايه ما يبقاش فيها دقيق كتير. في ناس بتحط نشا على الدقيق. انا جربت الطريقة دي. فلقيت ولا عامل اي حاجة وزي ما هو. فالدقيق يعني احسن، يعني بدل ما تحطي نشا وهيطلع معاكي النتيجة هي هي. فاقلي بالدقيق على طول عادي وهيبقى حلو وجميل يعني. يعني اول ما تقليه حطيه على مصفى هيتصفى اي سوائل فيه واي زيت فيه. هسيبه كده ياخد لون طبعا ونقلبه كده على الجنب التاني او الناحية التانية. زي ما انتوا هتشوفوا كده شايفين حلو جدا. وبصراحة أنا يعني إيه من عشاق السمك بصراحة يعني. آه كده قلبناه كده من الناحية التانية، وتعالوا كده إيه هنطلعه. بعد ما إيه أخد لونين كده من الجنبين شايفين. بصوا الخلطة ما طلعتش معايا عشان أنا تبلته في الدقيق كويس جدا ونفضت أي دقيق فيه. بصوا شايفين الخلطة مليانة، الخلطة جوا منه لسه زي ما هي وحلو جدا جدا جدا. اهو كده. طبعا انا جايبه مصفى وتحت منها طبق، وهقلي كده واحط في المصفى اي بقى زيت زياده، اي ميه اي حاجه هتنزل في الطبق تحت المصفى، وهيبقى معايا ناشف وحلو وجميل يعني. اهو كده شايفين. بصوا شايفين يعني ايه السمكية مقفولة كده. وكان بصراحة حلو جدا. طبعا الكمية كتيرة. فقلت بقى انجز معاكم. شايفين بصوا الجمال؟ شايفين ولا واحدة محروقة ولا أي حاجة، والخلطة جوا منه وكان جميل جدا. ويلا بينا كده نشوف الغدا بعد ما خلصناه خالص. طبعا بصوا ده السمكتين اللي أنا حطيته في الفرن. بصراحة شايفين شكل البطاطس مع طماطم الصوص اللي تحت السمك تحفة، وكان طعمه جميل جدا. وده السمك المقلي طبعا. ودي طحينة، يعني لازم الطحينة كده جنب السمك. في ناس بتعمل رز صيادية. أنا عندي في البيت بنحب إيه ناكل السمك عيش وطحينة وسمك بس، مش بناكل رز يعني. وليمون مخلل.
وده بصوا السمك بصراحة تحفة. جربوا طريقتي دي في الخلطة، وجربوها صينية مع البطاطس تحفة وجميلة جدا جدا. شايفين شكل الليمون تحفة مع السمك. وده كان غدانا النهاردة، أتمنى يكون عجبكم، وطريقة السمك تكون عجبتكم، والخلطة تكون عجبتكم. جربوها بصراحة هتعجبكم جدا جدا وهتدعولي. وجربوها وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. لايك للفيديو وشير للقناة. الأعمال ايديا مع أم كريم، بحبكم في الله يا أحلى متابعين. وما تنسيش اللايك من ايدك الجميلة للغدا الجميل ده والسمك الجميل ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.